موضوع عايز اكلمكم فيه، موضوع خطير موجود في كل مدارس اسكندريه. بس انا هتكلم على مدرسه بالتحديد. في مدرسه عندنا اسمها مدرسه المتحده في الراس السوداء في ظهر القاعات، ناس كتير تعرفها. المدرسه دي ما عليك انها موجوده في حته زباله، والزباله حواليها في كل حته. الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده ومحدش عمل فيه حاجه. لكن انا هكلمك على ابن صديق ليا، ولد زميله ضربه بآلة حاده هنا. الآلة الحاده انا ما اعرفش ايه هي. الآلة الحاده دي مثلا عدته بتاع 6 غرز في المستشفى، غير الدم اللي كان مغرق هدومه. اتصلوا بولي الامر، قالوا له تعالى ابنك وقع. راح لقى الولد متعور ومرمين حواليه. طب ايه الحكايه، ايه الروايه؟ راح جاري بيه على المستشفى، خيطه. فالولد قال له لا، ده انا طالع من الفصل، ولد زميلي راح ضاربني، هو مستقصدني، راح ضاربني بحاجه هنا. طب انا هكلمك على دور المدرسه الاول. هو المفترض ان الفصل يفضل من غير مدرس؟ لا. هو المفروض ان المدرس لما يطلع يسيب الفصل وزميله يطلع براحته؟ لا، بيسلموا الفصل لبعض، ده المفروض، والابتدائي. طب فين مشرف الدور؟ مش موجود. ليه مش موجود؟ وليه المدرس ما يسلمش زميله الفصل؟ علشان عندنا عجز في المدرسين. انتوا بتطلعوا تقولوا لا ما عندناش عجز لا، روحوا المدارس واسالوا، عندنا عجز في المدرسين. 30,000 معلم اللي كان المفروض يتعاقد معاهم بالعقود دول ويشتغلوا كان لازم ينزلوا. عندنا عجز رهيب في المدرسين، مدارس فاضيه. ودي حقيقه، احنا هنفضلوا دافنين راسنا في الرمل لغايه امتى؟ ما انت لو ما واجهتش حقيقتك مش هتعالجها. عندنا عجز في المدرسين، عشان كده الولد ده اتعور، لان مفيش مشرف دور، مفيش مدرس في الفصل. فدور المدرسه ان مشرف الدور كان منع ده. مدرس الفصل لو دخل استلم من مدرس زميله كان منع ده. ده دور المدرسه. طب دور ولي الامر، ابني في الابتدائي ازاي يروح بآلة حاده؟ برجل او قطر او كلام، ازاي؟ هو انا موديه مدرسه ولا موديه تشتغل عند صبري نخنوخ؟ يعني انا هامن على ابني ازاي لما زميله جاي بآلة حاده وبيضربه في رقبته؟ يعني ربنا ستر ان دي لو عدت كان الولد ده واعوذ بالله مات، كنا دخلنا في مشكله كبيره. لان هو ولد غشيم عيل، بيضربه هنا. تخيل انت الوضع. فيا جماعه يعني لازم اراقب ابني وهو نازل. انا عارف ان ابني شقي، افتش شنطته. المدرس بتاع الفصل ما يسيبش الفصل الا لما زميل يجيله. ما تنزلش عشان تشرب سيجاره وتشرب كوبايه شاي وتجري. ما سيبش فصلي واطلع اتكلم. ما عليه مسؤوليه برضه مدرس الفصل اللي ساب الفصل ومشي. لازم يبقى في اشراف في الدور، حتى لو عندي عجز اكمل اي حاجه، لكن ما فيش اشراف في الدور مع عيال في اولى ابتدائي. ده ممكن عيل يرمي عيل من الدور اللي هو قاعد فيه. ما فيش رقيب. دي نسيبه وكارثه، ولو ما اتعالجتش هيحصل بلاوي. احنا لازم نستنى الكارثه الكبيره عشان نبتدي نعالج. يا ريت يا جماعه والله العظيم 3، احنا محتاجين علاج مش مسكنات. المسكنات بتؤدي الكوارث، احنا محتاجين نعالج الموضوع من جذوره. عندنا كارثه ومفيش مدرسين من زمان، من التسعينات، لان موقوفه تعيينات المدرسين من التسعينات مش من دلوقتي. اعوض ده، ما تعينهمش عقود. في طلبه كتير متخرجين من التربيه ومن الاداب قاعدين، خليهم عقود سنويه، لكن يبقى عندي مدرسين. يتوب علينا ربنا، ويا رب حد يسمع